الوافي عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة الطبيعة. هذا اليوم يوم تاريخي الذي حققت فيه المقاومة الفلسطينية إنجازا يعتبر انهزام للكيان الصهيوني وانتصارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني. فمنذ الإعلان عن الاتفاق لوقف العدوان الصهيوني على غزة يوم الأربعاء، خرج المواطنون والمواطنات بشكل تلقائي في العديد من المدن المغربية. ولقد نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة الطبيعة اليوم الوطني العشرين من أجل الاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي. وقد خرجت البارحة يوم الجمعة أكثر من 50 مدينة لإعلان على أن الشعب المغربي دائما يساند الشعب الفلسطيني سواء في محنته أو في انتصاراته. وعلى مستوى الدار البيضاء نحن اليوم في إطار المسيرة الشعبية التي ينظمها فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة الطبيعة على مستوى الدار البيضاء، لنؤكد على أن الساكنة البيضاوية دائما في الموعد. ونريد من خلال هذه المسيرة أن نفرح مع الشعب الفلسطيني في انتصاراته، وكذلك نؤكد على أن الكيان الصهيوني قد سقط سواء فيما يتعلق بالمخططات العلنية والسرية التي كان يهدفها، وتتمثل في القضاء على المقاومة الفلسطينية. وهذه هي المقاومة الفلسطينية هي التي كانت تتحاور معه عبر الوسطى من أجل الوصول إلى الاتفاق. من ناحية أخرى لم يتمكن من تهجير الفلسطينيين من غزة، وفي الاتفاق هناك فتح المعابر وكذلك انسحاب الجيش الصهيوني من غزة. وفي نفس الوقت ستكون هناك حملة عربية إسلامية ودولية من أجل إعادة إعمار غزة. فهنيئا للشعب الفلسطيني على الإنجاز على طريق بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. بالنسبة لنا كان الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة الطبيعة الفرع ديال مدينة الدار البيضاء ينظم هذه المسيرة الاحتفالية في إطار اليوم الوطني العشرين الذي تنظمه الجبهة على امتداد خريطة الوطن. اليوم تخرج 53 مدينة مغربية للتعبير من جهة عن استمرارها في النضال من أجل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستعلال والعودة وتحرير المصير وتحرير الأسرى وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وكذلك من أجل مناهضة التطبيع المخزي للدولة المغربية التي انخرطت في هذا العلاقة مع هذا الكيان الغاصب. طبعا التعبير عن الفرحة ضروري لأننا نفرح للتوقيف الجزئي للحرب التي يشنها هذا الكيان، وهي حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم التطهير العرقي. إذا نحن متأكدون أن الشعب الفلسطيني منتصر رغم جسامة التضحيات التي قدمها هذا الشعب الفلسطيني. حوالي 50,000 شهيد وأكثر من 120,000 جريح
والدمار الشامل لقطاع غزة. ولكننا طبعا متيقنون أن النصر حليف الشعب الفلسطيني، وأن الهزيمة ستلحق هذا الكيان الغاصب كما لحقت في عدد من تجارب العالم كيانات الاحتلال والاغتصاب. فتحية للشعب الفلسطيني وتحية لصموده ولمقاومته الباسلة، والخزي والعار للمطبعين.